أروح نحضروا كيف أسهل كيكة تقدروا ديروها بدون تغليف وتزيين اللي يعييكم وبزيادة بزاف بنينة وطبقة البسكوي خفاف تعجبكم كون تجربوها. مقادير الكيكة: لقالب قطر 18 سنتيم، 2 حبات بيض، رشة ملح، لافاني، نطلعهم شوية ونضيف لهم نص كاس سكر ونكمل نخلط حتى يولي عندنا خليط كثيف كما راكم تشوفوا. نضيف عليه نص كاس زيت، نص كاس حليب من بعد النواشف، كاس فرينة سعة 220 ملي يعني 130 غرام، ملعقة كبيرة كاكاو بني وملعقة كبيرة كاكاو أسود، كيس خميرة الحلويات وزن 10 غرام ونخلطهم وشوفوا لي القوام. نفرغ الخليط في قالب فيه ورقة طهي ونطيبها على 180 درجة، ما تفتحوش عليها كامل حتى تشد روحها ونحمروها شوية برك من الفوق. تبرد مليح تقدروا ما تخليوها تبات، تغلفوها بورق شفاف وتحطوها في الثلاجة. قسموا الكيكة على زوج، نشربوا الطبقة اللي من تحت بالحليب ما تكثرولهاش بزاف، ونديروا الكريمة اللي كنت خدمتها بكاس كريمة سائلة 35% مادة دسمة سعة الكأس 220 ملي ومعاه كاس بودرة شانتيي. في الفيديو راني مضاعفة المقادير، نتوما ديروا هاد الكمية اللي راني نقولكم عليها تكفيكم. وهنا خيرت الكريمة السائلة هي اللي نطلعها مع الشانتيي ماشي الحليب ولا الماء باش هكذا القوام يجيني كريمي وخفيف. كي تطلع الكريمة نزيد عليها شيكولا كنت ذوبتها وضفتها باردة ماشي سخونة حوالي 100 غرام وملعقتين كراميل. كإضافة في الحشو درت هنا البنان وغلقت عليها بالطبقة الثانية، كنت شربتها مليح من التحت كيما تقدروا تزيدوا تشربوها من الفوق. غلفت الوجه بشوكولاتة تطلي ذوق البندق ونتحصل على كيكة بزاف بنينة وما تطلبش مني مجهود كامل في التزيين.